السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو في شركة دي ديزاين. حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها واحنا بنشطب شقتنا وبالذات في المطبخ، ان احنا نركب الغاز قبل تركيب المطبخ. ليه بقى؟ بناخد اعتبار مكان المواسير بتمشي ازاي وبتيجي منين عشان نعرف اماكن وجود السخان او البوتاجاز. هنيجي هنا على مثال في الشقة اللي احنا واخدينها دي. بالمناسبة احنا واخدين موقعين، الموقع ده والموقع اللي جنبنا معانا بنوصل الغاز فيهم. طيب مكان هنا البوتاجاز فين؟ مكان البوتاجاز في المنطقه دي. طبعا مؤسسين ليه الهود بتاعه، مؤسسين ليه باريزه الشفاط او الهود، ومكان البوتاجاز في المنطقه دي. طيب مكان البوتاجاز من الباريزه من هنا، مكان البوتاجاز بيبقى 90 سم. خد السنتر بتاعه من هنا بتاخد 45 سم، وبعد كده 15 سم لمكان نزول الماسوره. طيب حاجه مهمه اخد بالي منها، ان البوتاجاز اللي بجيبه الفونيا بتاعته يمين ولا شمال؟ طيب في الحاله دي ان الفونيا بتاعته يمين يبقى احنا اوريدي نزلنا من على اليمين. طب لو البوتاجاز كان الفونيا بتاعته شمال، كنا هناخد برده من السنتر هنا 45 وناخد ال 15 سم وننزل من الماسوره دي الناحيه الثانيه. طب اصبح دلوقتي ان مواسير الغاز بتيجي تحت الجبسون بورد اراوند 5 سم. ليه؟ لما تيجي حضرتك انت تركب المطبخ يبقى مواسير الغاز مفيش فيها اعاقه ولا شكلها مش كويس. طب احنا بنركب امتى؟ بنركب قبل تركيب المطبخ. طب لو احنا ركبنا بعد تركيب المطبخ، خلصنا دنيتنا وتعاقدنا على الغاز، بيجي بتاع الغاز يقول لك انا همشي مواسير ازاي؟ فك لي المطبخ بالكامل، ثم بعد كده احط المواسير بتاعتي، ثم انت تركب المطبخ، ثم بعد ما انت تكون ركبت المطبخ تعمل خلع فيه، ثم تخش في مشاكل كتيره جدا. طيب الباشوات هنا الله يبارك لهم حطوا فين؟ حطوا مكان نسقنا معاهم وجود مكان العداد فوق الشباك. ليه وجود مكان العداد فوق الشباك؟ اصبح ان الحته دي اصلا اوريدي مهدوره معايا، فما احطهاش في مكان الوحدات، فهي موجوده دلوقتي فوق الوحدات، مكانها مناسب جدا، والغاز والمواسير جايه. طب احنا هنا متعاقدين على ايه؟ متعاقدين على وصله واحده الا وهي بتاعه البوتاجاز. طيب لو احنا متعاقدين على وصلتين يبقى هو بياخد برضه حرف تي بيوصل للسخان وبينزل برضه بنزلته، وبيبقى الموضوع سهل جدا. تنبيه اخير: وصلوا الغاز قبل تركيب المطبخ وتعاقدوا عليه بدري عشان ما تقعوش في مشاكل كتير. شكرا.